السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. شباب، يوم من الايام 2019 جاي اتمشى ببرلين بشارع العرب، وجانا ولد عراقي تحياتنا له اسمه سليمان. اللي شاف الفيديو يعرف الجاي اسولف. قال ابو شاهين جينا على فندق هنا ببرلين، وابو الفندق اخذ من عندنا الفلوس على اساس يريد يسكننا كل اثنين بغرفه. طلع الاتفاق غير شيء. قال اطينا الفلوس ووقعنا العقد مال السكن، نريد نسكن مدة اسبوع. طبينا لقينا الغرفة متروسة المان واشكال والوان. جماعة برلين يعرفون الجاي يسولف. عبارة عن هوستيل اسمه، مو هوتيل، هوستيل يعني مع الناس تسكن. قلت له والحل؟ قال يقول ما رجع الفلوس، تظلون عايشين وين الالمان تعيشون، ما تعيشون وين الالمان كل من يروح لبيتهم، راحت فلوسك وامشي طلع برا. قلت له ابو الفندق وين؟ قال ابو شاهين ذاك وينه. طبيت عليه لقيته الماني طويل. قلت له هاي وهاي القصه. قال لي هم وقعوا العقد. قلت له بس انت ما هم عندهم من حق الرؤيه، لازم يشوفون المكان، يلا تستلم الفلوس واذا ما عجبهم ترجع. قال انا مو بيدي، انا رجال عامل، ابو الفندق ليبي بالليل يجي. قلت له بسيطه. قلت لهم شباب جيبوا اغراضكم وتعالوا. من ضمنهم مجموعة هم كانوا جايين 5 إلى 6. قال عم احنا نسكن ما نريد مشاكل. سليمان قال لا، ابو شاهين يجيبها ويجيب ابوها. طبيت على الهوستيل بالليل، لقيت الليبي قلت له السلام عليكم. قال عليكم السلام. القذافي ما قذافي، صدام حسين الله يرحمه، ذاك يقول الله يرحمه. قلت له عوف له هاي السوالف على صفحة. جماعة متفقين هنا على كل اثنين بغرفة، انت مسكنهم مع يعني وين الناس قاعدين وعندهم فلوس. ويقول له ابو شاهين احنا كل واحد بجيبه 2000 3000 رايحين يدرسون الولد ببرلين. قال المطلوب؟ قلت له المطلوب والفلوس. قال الفلوس ماكو، شو تريد تسوي؟ سوي كان اجر البار واكسره عليه. صعدت على الغرف. شباب كفيلكم والعباس ابو فاضل يشوف الالمان كلها تركض بالاربعه بالليل بالممرات، الالمان يركضون وانا اركض وراهم. صاح عليه قال شو تريد؟ قال لهم هذا عراقي مجنون. قال شو تريد؟ قلت له الفلوس. قال هاي الفلوس وهاي فوقها 100. شقق العقد في مال. لا سليمان يعرف الجاي اسولف. ابو بادر بون تحياتنا لكل العراقيين حبايب قلبي.